الثانوية العامة، الفترة المظلمة في حياة 90% من الأجيال اللي فاتت ويمكن 90% كمان من الأجيال اللي جاية، وفي النهاية بتكتشف إن هي وهم بيكبر جوه دماغك بسبب البيئة المحيطة بيك والناس القريبة ليك، وهتكتشف برضه إنك كنت مكبر الموضوع حبتين، وإنها فترة عادية جدا وهتعدي. وأنا هنا مش بقلل من أهمية الفترة دي وإنها قد إيه ممكن تغير مسار حياتك، بس أنا بتكلم على العبء النفسي اللي بيتحط فيه طالب ثانوية عامة طول الفترة دي. كم الضغط النفسي اللي بيكون موجود فيه، حاسس دايما ان عليه التزام والناس كلها بص عليه ومستنياه يجيب جول. عامل كده زي محمد صلاح في ماتش مصر والكونغو لما اخدنا ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة ولو ضاعت ما كناش هنصعد كاس عالم. الحمد لله ان هي في الآخر جت جول. المهم ان البيئة اللي حواليك بتوصلك للضغط ده غصب عنك، وبتوصل لدرجة انهم ممكن يعلقوا يافطة الدكتور فلان على باب اوضتك، والدكتور فلان راح والدكتور فلان جه. وفي نوع تاني بقى من طلبة ثانوية عامة مش بيكون محتاج حد يحطه تحت ضغط، لأنه بيكون مضغوط لوحده، والنوع ده بيبدأ الدراسة بحماس مبالغ فيه، بتلاقيه قرب يذاكر وهو نايم. المهم إن الحماس المبالغ فيه اللي قلنا عليه من شوية ده ممكن يوصله للنجاح، بس هيكون نجاح مؤقت. يعني بالفعل هتلاقيه جايب درجات كويسة في سنة أولى ويمكن كمان يطلع الأول على المدرسة، بس يجي في سنة تانية وبسبب أي حاجة خارجية تلاقي مادة خيشت معاه وتبوظ له المجموع وتخلي حد غيره يبقى الأول على المدرسة، وهو بيكون رافض ده تماما. وللأسف الحماس المبالغ فيه اللي قلنا عليه في الأول وبرضه ضغط الأهل اللي حواليه وبسبب النجاح المؤقت اللي وصله في البداية، دي كلها حاجات بتخليه يحس إن كونه بقى التالت أو الرابع على المدرسة مش إنجاز، وبيخلص سنة أولى وسنة تانية ويبدأ يدخل آخر سنة وأهم سنة وهو ما عندهوش أي مجهود يكمل بيه، وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل بعدين. المهم إن في النهاية مرحلة الثانوية العامة بتنتهي بإنك ما تجيبش مجموع كلية الطب، وبيشيلوا يافطة الدكتور من على باب أوضتك، والتنسيق بيوديك سياحة وفنادق انتساب في الفيوم، وتقعد بقى تعوم مع البط هناك. المهم انك خلصت من ثانوية على خير، وفي اللحظة دي بتحس انك بدأت تتنفس من جديد، وبتبدأ أجمل فترة في حياتك. وبجانب انها بتكون أجمل فترة في حياتك بتكون في نفس الوقت أهم فترة، وهنا بتظهر الصعوبة. كونك بتتنازل انك تعيش أجمل فترة مع أصحابك والشلة، وما بين انك عاوز تعمل كارير لنفسك وتتعلم حاجات كتير وتشتغل على نفسك أكتر، دي كلها حاجات بتشكل صراع ما بينك وما بين نفسك. بس انت ممكن ما تدخلش الصراع ده وتخرج مع اصحابك عادي وتعيش برضو اجمل فترة في حياتك، بس مش بالطريقة اللي تخليك تهمل في نفسك. وهنا انت ممكن تتنازل حبتين، بس صدقني هيكون اجمل تنازل في حياتك. خليني اسألك سؤال فلسفي شوية، هو احنا بنتعلم ليه؟ هتقولي علشان ازود المعرفة والدين امرنا بكده، كل ده كلام جميل، بس ما تنساش اهم حاجة، احنا بنتعلم علشان نقدر نعمل فلوس. انت بتدرس كل ده علشان في النهاية تاخد شهادة تقدر تشتغل بيها، وفي النهاية برضو الشهادة دي مش مقياس للشغل. يعني مش كل دفعتك في النهاية هتقدر تشتغل بعد ما تتخرج، والنسبة اللي هتقدر تشتغل هتلاقي فيها ناس كتير شغالة في مجال غير مجال الدراسة. هو ايه الفرق ما بين اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش بعد التخرج؟ بعيدا عن الكلام السلبي، بس نسبة كبيرة من الناس دي عملوا حاجة مختلفة، اشتغلوا على نفسهم أكتر، أخدوا كورسات في مجال الدراسة أو غير مجال الدراسة، نزلوا تدريب واحتكوا بمجال العمل الخارجي أثناء الدراسة واكتسبوا خبرة أكتر. فكونك دخلت كلية معينة هنا مش نهاية العالم. ياما في ناس كتير دخلت كلية الطب وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وفي النهاية طلعوا فشلة، وناس تانية كتير قدروا إنهم يدخلوا كليات بسيطة وسهلة وينجحوا في حياتهم بعدين. اللي عايز اقوله بعد كل الكلام ده ان ايا كانت الكلية اللي انت دخلتها حاول دايما تحسن من نفسك وتكتسب خبرات جديدة، لان هو ده اللي هيساعدك بعد ما تتخرج. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.